فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فإن الله سبحانه قد أثنى في كتابه على منهاج وأخلاق المرسلين، فبعثهم بالعلم والحلم ليخرج بهم عباده من الظلمات إلى النور المبين. ووصف سبحانه أن الإحسان والحلم والحياء من خصال المؤمنين المتقين، وبين جل ذكره أن للإحسان والحلم والحياء منهاجا، كما أن للعلم منهاجا بسطه النبي الكريم، فقال عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما يروي الدارقطني عن أبي هريرة: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. في صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي رواية من حديث أبي هريرة: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه يراك. لقد بسطنا القول في الأشهر الماضية في أركان الإيمان، ثم بسطنا القول في أركان الإسلام. وفي رواية جبريل من حديث الإمام مسلم رواية أخرى، قال جبريل: يا رسول الله، ما الإيمان؟ ثم قال: ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإحسان؟ واليوم نبدأ في المرتبة الثالثة، نتكلم عن الإحسان، وهي المرتبة الثالثة في مراتب أصول هذا الدين العظيم، كما سأل عنها الوحي الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه يراك. الإحسان كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فوصف كظم الغيظ سبحانه والإنفاق
بأنه من الإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعرب تقول كظم فلان غيظه إذا اجترعه، والعرب تقول كظم فلان غيظه إذا اجترعه وكظم السقاء إذا ملأه. فوصف سبحانه المؤمنين المسارعين لنيل مغفرته ورضوانه وجنانه بالجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه قبل فيضانه. فوصف سبحانه المؤمنين المسارعين لنيل مغفرته ورضوانه وجنانه بالكاظمين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه قبل فيضانه. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله: فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاضها وانتصارها ممن ظلمها. فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاضها وانتصارها ممن ظلمها. وفي معجم الطبراني بسند حسن من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن معاذ بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. وأصل الغضب من الغيظ، والفرق بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب. وخير خصوم الغضب الحلم والإحسان والحياء. قال الرازي: والحلم بالكسر الأنات، والحلم بالكسر الأنات. وأما الحياء فمشتق من الحياة. الحياء مشتق من الحياة، فهو علامة يوصف بها القلب الحي، ومن ثم فإن قلة الحياء دلالة على مرض في القلب. وأما الحياء فمشتق من الحياة، فهو علامة يوصف بها القلب الحي، ومن ثم فإن قلة الحياء دلالة على مرض في القلب. والحياء صفة للنفوس الرفيعة العالية التي أخلصت مراقبة الله سبحانه وتعالى وأتقنت استحضار معاني أسمائه وصفاته جل ذكره، وغلب على قلوب أصحابها التقوى والخشية والورع. قال السري رحمه الله: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا،
فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي لفظ الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ولقد تخبط علماء النفس والإنثروبولوجيا قديما وحديثا في فهم آلية الحياء وفي فهم آلية الحلم والإحسان، فقد فلسفها الغرب على لسان الأمريكي كوبلر الذي ربطها بمفاهيم أرضية 4 بالجوع والحب والغرور والخوف، بينما ربطها الفرنسي آميل كايم بالبيئة والمحيط والظروف البيئية، بينما عطفها أوجست كونت على المال والثروة وحركة رأس المال، في حين علقها البريطاني هربرت سبنسر بالآلة وتطور المكننة وحركة الصناعة، بينما فلسفها الشرق البائس الحزين على لسان مالينوفسكي الذي علقها بالثقافة والرتبة الاجتماعية. وظل قوم لم يعرفوا الوحي أن تخبطوا في فهم النفس البشرية، وظل قوم لم يعرفوا الوحي أن تخبطوا في فهم النفس البشرية، وتبعهم في ذلك بعض أقزام المسلمين. أقول: ما أنصف المسلمون علم النفس من الوحيين القرآن والسنة الصحيحة، بل ركضوا يلهثون وراء الأجنبي الذي يتخبط مثلهم ليمدهم به. فمن الذي يعرف، فمن الذي يعلم عن النفس أكثر من خالقها الذي كلفها؟ ومن الذي يدرك آفاق النفس أحسن من نبيها الذي اختص بها وبعث من أجلها عليه الصلاة والسلام؟ أولا، الإحسان والحياء فضل من الله العظيم وثمرة الإيمان بوجهه الكريم. ثم إن الحلم يلتمس منه سبحانه فهو الحليم. قال جل ثناؤه في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل ذكره: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الجنيد: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. قال الجنيد: الحياء رؤية الآلاء، آلاء الله سبحانه وتعالى وإنعامه وتفضله. الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. وكان الفضيل يقول: 5 من علامات الشقوة، 5 من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. 5 من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. فربطه العلماء بالإيمان والخوف من الله العظيم، تاركين الشقاء في فهمه على من لم يعرف الوحي والعلم والإيمان. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي جامع الترمذي ومسند أحمد عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء
فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. استحيوا من الله تعالى حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. يحفظ الرأس، يحفظ العينين، يحفظ الأذنين، يحفظ الفم، يحفظ اللسان، يحفظ الطعام، لا يأكل إلا من حلال. استحيوا من الله تعالى حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، أن يحفظ بطنه وفرجه وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وخير سبيل للوصول إلى مرتبة الإحسان هو الإنفاق في سبيل الله، والنيل من ساعات الليل، والبكاء من خشية الله سبحانه، وتلاوة القرآن، ومدارسة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح رأس اليتيم، وصلة الأرحام، والاستعداد للجهاد في سبيل الله، وتذكر الدار الآخرة. هذه خير مراتب يصل بها العبد إلى المرتبة الرفيعة، مرتبة الإحسان. جاء في سير أعلام النبلاء عن عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. ترك له الماء ليتوضأ ويقوم من الليل. فقال الإمام أحمد: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. وكان الفضيل يقول: من لم يقدر على قيام الليل وصيام النهار، إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. ثانيا، الحياء ضمن القرابة والبيت والأسرة، والإحسان والحلم الذي تحفظ به المودة والعشرة. قال تعالى في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون وأحلم عنهم. يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، أي كأنما ترميهم بالرماد الحارق، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس إحسانا وحياء في بيته مع بناته وأزواجه عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين وسنن النسائي عن عائشة أنه دعاها يوما عليه الصلاة والسلام في يوم عيد لرؤية الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، فقال: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. قالت: فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم، فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده، فجعل يقول: يا عائشة، ما شبعت؟ قلت: لا تعجل. فقام لي ثم قال: يا عائشة، حسبك. قلت: لا تعجل. وما بي حب النظر إليهم، ولكن
أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه وأنا جارية، وما بحب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن الحريصة على اللهو. وكان يمازحهن ويداعبهن في البيت عليه الصلاة والسلام، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سابقها يوما كما روى الإمام أحمد والنسائي عنها، فقال لأصحابه تقدموا، وكان في سفر فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك. قالت عائشة فسبقته على رجلي، فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك. قالت ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم وبدنت، قلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال لتفعلن، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه بتلك السبقة من ألطف البشر عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وبناته ومع المؤمنين جميعا. وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأوصى بالبنات والأخوات خيرا، وأخبر أن من أحسن صحبتهن في الدنيا أنه سيصاحبه في الجنة يوم القيامة، ووعد على حسن صحبتهن في الدنيا مصاحبته ومرافقته في الجنة يوم القيامة. ففي المسند عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي رواية أبي يعلى إلا كان معي في الجنة هكذا. وفي رواية أحمد إلا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، إلا كان معي في الجنة هكذا. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا إحسان الأخوة بين إخوة الحق واليقين، والحلم والحياء الذي تحفظ به المودة والخلق الكريم حتى لا يعتريها التمزق والقطيعة وحظوظ الشيطان الرجيم. قال تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولعمر الله كم من مجلس ضيعه الشباب اليوم في الصياح والمناقشات العقيمة، وربما فرت الملائكة في أمور معاصرة من الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، التي تعصف بأمة الإسلام في آخر الزمان، يقودها في كثير من الأحيان صبيان ليس علماء وما هم براسخين في العلم، يتهمون كبار العلماء بالإرجاء، يكفرون الأمة اليوم وعلماءها، يحيون منهاج الخوارج في الأمة، يحرفون منهاج الجهاد ليماشي أهواءهم وطريقتهم في زمن تعقدت فيه المصائب على أمة الإسلام، يزيدون المصيبة مصائبا. فيتحول المجلس في حياة كثير من هؤلاء إلى مباريات علمية، كل يريد أن يبرز عضلاته الفهمية في غير تألق علمي أو سلوكي، فيصبح المجلس أشبه بالحمام وقد انقطعت مياهه. يرحم الله الشافعي رحمه الله كما ترجم عنه الذهبي
عن يونس الصدفي قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، فلقيني وأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ويرحم الله سفيان الثوري كما جاء في سير أعلام النبلاء عن الأنطاكي قال: اجتمع الفضيل والسفيان، اجتمع الفضيل والثوري فتذاكرا، فرق سفيان وبكى، ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: ولكن يا أبا عبد الله، أخاف ألا يكون أضر علينا منه، ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك؟ فبكى سفيان وقال: أحييتني أحياك الله. اجتمع الفضيل والثوري فتذاكرا، فرق سفيان وبكى، ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: ولكن يا أبا عبد الله، أخاف أن لا يكون أضر علينا منه، ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك؟ فبكى سفيان وقال: أحييتني أحياك الله. وهؤلاء علماء ومن أكبر علماء هذه الأمة، فكيف بكثير من طلبة العلم اليوم يتحاكمون بالعواطف، هذا يميل مع فلان وهذا يميل مع فلان، وهذا يكفر فلان وهذا يطعن بفلان، وهم صبيان في العلم لم يبلغوا مرتبة أولئك الجبال الذين حفظ الله بهم هذا الدين، حفظ الله بهم دينه العظيم. رابعا: الإحسان مع الخلق جميعا. قال تعالى في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال فيها: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم الأمور. أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل، ما بمعنى ليس، والتقدير ليس شيء أثقل. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ورواه ابن حبان بلفظ: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. قاله عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. ورواه البيهقي بلفظ: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. وعند ابن عساكر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ هل وجه المرأة عورة؟ أسئلة كثيرة جدا عن هذا المعنى، عن هذا السؤال. الجواب: قال الله تعالى:
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. روى البيهقي عن ابن عباس قال الوجه والكفان، وروى البيهقي عن ابن عمر قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان، وبه قالت عائشة رضي الله عنها. ثم إن السنة الصحيحة قد امتلأت بما يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة، وعلى أن للمرأة أن تظهر وجهها، وإن كان يستحب لها في هذا الزمان أن تغطي وجهها بسبب كثرة الفتن وانتشار الفساد وقلة من يغض البصر، فلا بد والأولى أن تغطي وجهها، لكن ليس فرضا ليس واجبا، فوجهها ليس بعورة. والأدلة كثيرة. أولا الدليل الأول روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، قيل أي جالسة في وسطهن، وقيل من خير النساء، من الوسط من خيرهن، فقالت لم يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلن يتصدقن. فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين، أي في خدها في وجهها تغير بين السواد والبياض. فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلن يتصدقن من حليهن. الشاهد أن المرأة كما يذكر الراوي سفعاء الخدين، وهذا الحديث في السنة السادسة للهجرة، وقد نزل فرض الحجاب في السنة الثالثة أو في السنة الخامسة على قولين عند العلماء للهجرة، في السنة السادسة أو في السنة هذا الحديث السنة السادسة للهجرة، وفرض الحجاب في السنة الثالثة أو الخامسة للهجرة. استدل العلماء أن قوله سفعاء الخدين يدل على أن وجهها ظاهر، فاستطاع أن يميز ذلك من وجهها. والدليل الثاني في الصحيحين عن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني قبيل وفاة النبي عليه السلام، قال يوم النحر، يعني بعد أن تحللت من الإحرام، فبعد رمي الجمرة يتحلل ويحل للحاج كل شيء إلا النساء. فهذه المرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل وضئا، وفي رواية وسيما، شعره جميل وهو جميل. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، قال ابن عباس وكانت امرأة حسناء، وفي رواية وكانت امرأة وضيئة، قال وتنظر إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. وفي رواية فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. هذا الحديث في حجة الوداع في آخر أيام الإسلام دل عند العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وعلى أنه لا يجب عليها أن تسبل فوق وجهها. قال ابن حزم ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوها. قال ابن حزم في تفسير الحديث ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى
ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء. وقال ابن بطال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء. قال ابن بطال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الناس ولو رآه الغرباء. وممن قال بأن وجه المرأة ليس بعورة الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بهذه الأحاديث الكثيرة. وهناك حديث رابع أيضا وخامس، منه ما روى أبو داود بسند حسن عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يظهر منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. إذن وجه المرأة ليس بعورة. وأما ما يستدل بعض الناس من فعل عائشة أثناء آخر الحج لما مر الركبان أسدلت على وجهها هي والنسوة، فهذا للجواز وليس للوجوب، وإلا هذه الأحاديث الكثيرة تدل على جواز أن تظهر المرأة وجهها في الطريق. وهناك عبادة على الرجال وهي غض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلو كل النساء، لو كان الواجب على النساء إسبال فوق وجوههن، الإسبال فوق وجوههن، فتعطلت هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طالما لا شيء يغض البصر عنه إذا كانت تلبس ثيابا من الأعلى إلى الأسفل. السؤال الثاني: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته عند انتهاء حيضها قبل أن تغتسل؟ هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته عند انتهاء حيضها قبل أن تغتسل؟ الجواب: قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينزل الطهر، وهو سائل أبيض تعرفه النساء يعرف به انتهاء الحيض. واختلفوا في قوله تعالى: فإذا تطهرن، ما المراد منه؟ فقد جاء في التفاسير. التفسير الأول: فإذا تطهرن يعني بالماء، قاله مالك والشافعي والإمام الطبري، وقاله أهل المدينة، علماء أهل المدينة. التفسير الثاني ذكره يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القرظي، قال: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. التفسير الثالث قاله أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف ومحمد، قال: إذا انقطع دمها بعد مضي 10 أيام له أن يطأها قبل الغسل. إذا انقطع دمها بعد مضي 10 أيام له أن يطأها قبل الغسل. التفسير الرابع قاله مجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس من أئمة التابعين، قال: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ. أما الإجماع الذي قال عليه ابن كثير واتفاق العلماء أنه لا بد لها من الغسل حتى يقربها، فأنت تسمع أن هذا الإجماع غير صحيح بأقوال هؤلاء العلماء. فمجاهد من أكبر علماء التابعين، وكذلك قتادة وعكرمة والأوزاعي وابن حزم أيضا ذهب إلى ذلك، أنه لو تطهرت بأن غسلت موضع الدم بالماء حل لزوجها أن يأتيها. إذن اختلفوا على قوله فإذا تطهرنا، فقالوا يشمل التطهر غسل الفرج بالماء، غسل موضع الدم بالماء. قالوا يشمل التطهر التيمم إن لم يكن ماء. قالوا يشمل الوضوء كما قال مجاهد. قالوا يشمل الغسل.
إذن ما اتفقوا على أن الغسل هو المقصود من هذه الآية، فكلمة فإذا تطهرن تحتمل كل هذه التأويلات التي ذكرها علماء كبار من التابعين. إذن الذي ذهب إليه مجاهد وقتادة والإمام الأوزاعي وابن حزم أنها لو غسلت موضع الدم بالماء جاز لزوجها أن يطأها، وتشملها الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا يجب عليها أن تغتسل ليطأها، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى. السؤال الثالث قوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، كيف ذكرت من لدنه وأين الاسم المجرور؟ لا شك أن لدن ظرف مبني على السكون في محل جر بمن، كما قال تعالى في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال في سورة النساء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فلدن ظرف مبني على السكون في محل جر بمن. ويسأل أيضا السائل عن قوله عليه السلام ما رأيت أحدا أشبه صلاة بأحد من رسول الله كذا الحديث، فيقول أشبه صلاة أم أشبه صلاة؟ ما رأيت أحدا أشبه صلاة، هذا هو الراجح، تمييز منصوب أشبه صلاة، ويجوز أن تكون مضاف إليه أشبه صلاة، لكن القول الأول أرجح عند أهل اللغة أن يكون تمييزا. ما رأيت أحدا أشبه صلاة تمييز. السؤال التالي قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هل تحل للأب إذا طلقها الابن قبل أن يدخل بها؟ هل تحل زوجة الابن للأب أن يتزوجها إذا طلقها ابنه دون أن يدخل بها؟ الجواب لا تحل له، فهذه من المحرمات تحريما مؤبدا على الوالد بمجرد عقد الابن عليها، فلو مات عنها قبل أن يدخل بها فهي زوجته، فتشمله الآية تماما وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فلا يحل للأب أن يعقد عليها طالما عقد عليها الابن ولو لم يدخل بها. جاء في التفاسير عن الحسن أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. قال الحافظ ابن كثير قوله مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، فتحرم بمجرد العقد عليها. قال وهذا متفق عليه. إذن تحرم حرمة أبدية على الأب بمجرد عقد ابنه عليها، يشمله قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. السؤال التالي كيف يمكن التوفيق بين الحديث الذي في الصحيحين والترمذي أن عبد الله بن عمر صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ورواية الترمذي وأبي داود عن أم حبيبة قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار؟ لا تعارض بين الحديثين. الحديث الأول يدل على السنن الرواتب، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، هذه هي الراتبة الراجحة. أما قوله عليه السلام وهو صحيح رواه الترمذي عن أم حبيبة من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار، يدل على فضيلة تحصل لمن يفعل هذا ويلتزم بصلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، أن يحرمه الله على النار. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. أما إن أراد الراتب فقط ركعتان بركعتين. السؤال الثاني ما حكم صيام يوم عرفة للحاج ولغير الحاج؟ لا، أما الحاج لا يصوم يوم عرفة، فإن صام أثم إلا أن يكون جاهلا. ليس من السنة صيام الحاج في يوم عرفة، فإن صام يأثم خالف هديه عليه الصلاة والسلام إلا إن كان جاهلا. أما غير الحاج فصيام يوم عرفة من أفضل الصيام، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. السؤال التالي أين ومتى توفي طلحة ابن عبيد الله؟ الجواب يبدو أنه توفي في وقعة الجمل. السؤال التالي
هل لديكم تفسير كيف تتم عملية الاستنساخ وما هو رأي الشرع في ذلك؟ الاستنساخ هذه من الأمور المستجدة التي دخل الشيطان بها على بني آدم. يراد نسخ شخص ما، يؤخذ منه خلية فيها عدد الصبغيات كامل، يسمونها خلية ملقحة، تشبه البيضة الملقحة، لا تحتاج إلى إلقاح إنما تحتاج إلى حضن. تؤخذ منه خلية فيها عدد الصبغيات كامل، تحضن في رحم امرأة أخرى، فيحدث لها انقسامات وتشكل، يتشكل إنسان جديد. هي لا تحتاج إلى إلقاح، فهي كالبيضة الملقحة. لكن المحظور من الأمور الشرعية ما يلي: أولا، يأتي شخص غير معروف الأب والأم، وهذا مخالف لفطرة الله عز وجل ولشريعة الإسلام. ثانيا، خلاف كبير في أحكام المواريث والفرائض، من يرث ابن من. ثالثا، فيه تكشف عند زرع هذه الخلية، إما بعمل جراحي أو بواسطة بعض الأدوات، هذا التكشف غير مبرر شرعا. الأمر الرابع والأخطر هو تغيير لنظام الخلق الذي أراده الله في الحياة الدنيا. قال تعالى على لسان إبليس في سورة النساء لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا تغيير لنظام النسل الذي أراده الله بالنكاح بين الرجل والمرأة ويكون الولد. أما هذه الطريقة فهي تغيير من الشيطان لنظام الخلق ونظام الذرية من بني آدم كما أراد الله تعالى، فلا شك يدخل في التحريم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهو من فعل الشيطان، وربما الذي يأتي أيضا بفعل الشياطين، وربما يكون شيطانا على صورة إنسان قديم من فتنة الله يضل بها من يشاء سبحانه وتعالى. ربما الآتي يظنونه إنسانا وهو شيطان، دخل الشيطان في هذه الفتنة فلبس عليهم فتنة من الله لما خالفوا فطرته وسنته. السؤال التالي: إذا كان الإنسان في السفر فصلى المغرب والعشاء ثم أدرك وقت العشاء في وقت الحضر، هل يعيد صلاة العشاء؟ لا يعيد صلاة العشاء من صلاها في السفر قصرا وجمعا ووصل الحضر بعد العشاء، لا يعيد العشاء. الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم كل يوم اثنين وخميس، هل هناك حديث صحيح؟ نعم هناك حديث صحيح، لكن لا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمالنا، إنما تعرض على الله تعالى. ففيما أخرج النسائي عن أبي هريرة قال عليه السلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذه تعرض على الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه السلام: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين والخميس وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة حديث والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله؟ لا شك هذا الحديث فيه ضعف، وقد أتيت برواية أفضل منه صحيحة في كتاب السيرة النبوية على منهج الوحيين، القرآن والسنة الصحيحة، وقد صدرت له طبعة رائعة بعيدة عن كل الأخطاء السابقة. هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم ببحير الراهب في سفره؟ نعم التقى ببحير الراهب. حديث يرقى للحسن التقى ببحير الراهب في سفره إلى الشام مع عمه أبي طالب، والحديث رواه الترمذي. السؤال التالي: هل الزكاة المال إذا لم يأتي عليه الحول له أن يزكي قبل حلول وقت الزكاة؟ نعم يجوز للمزكي أن يزكي قبل حلول وقت الزكاة. هل أرباح المال عليها زكاة إذا كانت مصروفا للبيت إذا لم يحل عليها الحول هذه الأرباح أو لم تبلغ النصاب فلا زكاة عليها؟ هل يجوز في الحج جمع الرمي في يوم واحد، رمي 3 أيام؟ كلا، لا يجوز جمع الرمي في يوم واحد. السؤال التالي: ما مدى صحة حديث خذوا نصف دينكم عن تلك الحميراء؟ ضعيف لا يصح. ما حكم من يغتسل دون أن يتوضأ؟ هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم يجزئ الغسل عن الوضوء، وإن كان السنة أن يبدأ بالوضوء ثم بالغسل.
السؤال التالي: قرب اختتام الألف الثانية من الميلاد على شبكة الإنترنت هناك استفتاء عن أبرز شخصيات الألفي عام، هل يصح المشاركة في استفتاء على الرسل والأنبياء أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ الراجح لا يجوز المشاركة في استفتاء يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم ويسوى مع الملاحدة ومع نجوم اللهو ونجوم الفجور في الأرض، والحمد لله رب العالمين.